السلام عليكم. معكم الأخ عبد اللطيف من المغرب بوصفة جديدة فيما يخص التسييف عند الحسن. الكثير منا يقع في هذه المشكل، والسبب من ورائها هو إما أكل الفضلات بعدم نظافة القفص، تختلط الحبوب مع الفضلات فيأكل منها الحسن ويمرض، إما عدم تغيير الماء. هذه أهم الأسباب الرئيسية وراء التسييف. نبدأ بالعلاج. كما تشاهدون حبة ثوم نضعها في كأس من الماء وتبقى لمدة 4 ساعات. نصف بيضة وعسل طبيعي. طبعا العملية سهلة. نأخذ محك نصف البيضة، نحكها قليلا حتى ننتهي منها. بهذه الطريقة وأول شيء هو عدم إعطاء الحسون أي خضر أو فواكه في فترة العلاج. نكتفي بهذا العلاج فقط، لا نقدم لا خضر ولا فواكه. بعد الانتهاء من حك البيض نأخذ نصف ملعقة عسل نضيفها إلى البيض المحكوك، نخلطها قليلا. على هذه الطريقة الآن انتهينا من البيض. فيما يخص حبة الثوم كما قلت 4 ساعات يجب أن تبقى حبة الثوم في الماء. نملأ المشربية تقدم هذه الوصفة لمدة 4 أيام. والسلام عليكم.